اكلنا بقى الكحك والبسكوت والبيتي فور، تعالوا بقى نعمل مع بعض شويه رز بلبن بالجيلي والفاكهه. حاجه كده طعمها خطير جدا من الاخر. الرز بلبن بطريقه امهاتنا من غير اضافات كتير، طعمه حلو جدا ودسم وكريمي وحاجه كده من الاخر. حاجه بجد ترطب على قلبك، وفي نفس الوقت سكرها مظبوط، مش سكرها زياده زي الحاجات اللي احنا كنا بناكلها طول الشهر. يلا بينا نشوف مع بعض الطريقه. حاجة هنحضر رز بلبن. عندي نص كوباية من الرز المصري، غسلتها ما نقعتهاش، غسلتها وصفيتها بس. يبقى كده نص كوباية بتاعت الرز، هحط عليها كمان رشة من الملح، رشة بسيطة بالشكل ده. هضيف عليها كوبايتين كبار من المية، المية دي من الفلتر، لا هي سخنة ولا ساقعة. وبعد كده هرفع الحلة بتاعتي على نار تكون نار هادية، ومع التقليب المستمر بالشكل ده لغاية ما يستوي معايا الرز تماما. عايزة الرز يكون معايا مستوي، مش عايزاه يكون محصول او ناقص سوا. على بقى ما يستوي معايا الرز اكون محضره كيلو من اللبن. اللبن ده انا لسه ما غليتوش ولا اي حاجه، لبن بخيره. وهنضيف عليه معلقتين كبار من النشا. قبل كده ضفنا معلقه واحده بس من النشا علشان كنا عاملين رز طبقه واحده. النهارده هنعمله طبقتين، فهنحط معلقتين بس من النشا علشان لما نيجي نحط طبقه الجيلي ما يدخلوش في بعض، وتكون كل طبقه كده في مكانها. قلبنا النشا مع اللبن كده على البارد. نروح بقى نبص على الرز بتاعنا. الرز بتاعنا شرب الميه واستوى تماما زي ما انتم شايفين كده. لازم الرز يكون مستوي تماما، تاخدي كده حبه كده بين ايديكي. لو لقيتيها اتهرست معاكي بكل سهوله يبقى كده تمام. انما لو حسيتي لسه الرز محتاج سوا، هتضيفي نص كوبايه ميه من الحنفيه وتسيبيه يستوي كمان شويه. هنضيف بقى اللبن اللي احنا دوبنا فيه النشا بالشكل ده وندوب كويس جدا. في المرحله دي هعلي النار بقى شويه عشان طبعا لسه اللبن هيغلي وهياخد وقت معايا. يبقى نص كوبايه الرز حطينا عليها كيلو من اللبن ومعلقتين نشا. انما لو بتعملي رز بلبن لوحده هتعملي معلقه نشا واحده. ضفت السكر كوبايه الا ربع من السكر. ضفت سكر قليل المره دي علشان لسه هعمل طبقه جيلي، فمش عايزه الموضوع يبقى مسكر قوي. قلبنا السكر كويس جدا. والاضافه اللي قلنا عليها ما ينفعش نستغنى عنها هي القشطه. المره دي كده عندي قشطه قليله في التلاجة، بس برضو ما ينفعش استغنى عنها. لو عندك بقى كمية اكتر من كده حطي. هنضيف بقى باكت الفانيليا او مية الورد او اي منكهات انتي بتحبيها. تقليبة كده حلوة للرز كده مع القشطة والسكر والفانيليا. شايفين بقى القوام ابتدى يتقل معايا اهو، وكمان ابتدى يغلي معايا. لازم ياخد معايا غلوة حلوة بالشكل ده. شايفين ده القوام المظبوط ليه. طبعا على ما يبرد هيتقل معايا شوية، مش عايزين يكون تقيل قوي في المرحلة دي علشان بعد ما يبرد ما يبقاش تقيل قوي. شايفين اهو بعد ما هدي شويه. انا مش هستنى عليه يبرد خالص، هغرفه كده وهو سخن، بس بستنى كده على البخار لما يخرج منه. عندي بقى الكاسات اطباق اي حاجه. هملى الكاسات بتاعتي كده تلات ارباعها، مش هملاها للاخر علشان لسه الطبقه التانية. عايزه تمليها للنص بس براحتك. زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم قوامه تحفه جدا، وريحه الرز بلبن جميله جدا جدا. هملى الاطباق والكاسات بتاعتي كلها بالشكل ده زي ما اتفقنا تلات ارباعها بس. بعد بقى ما غرفت الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده، هستنى بقى عليه يبرد على الرخامه، مش هدخله التلاجة ولا اي حاجه. هسيبه بس يبرد خالص زي ما انتوا شايفين بصوا تلات ارباعها بس اهو مش الاخر. يبرد بقى في الوقت ده هنحضر الطبقه التانية. جبت كده بوله هنحضر فيها الطبقه التانية. عندي بقى هنا 2 باكت من الجيلي، اي نوع جيلي، اي طعم، اي لون زي ما انت حابه. انا جبت جيلي فراوله. يبقى كده عندنا 2 باكت الفراوله بالشكل ده فضيناهم. هضيف بقى عليهم معلقتين كبار من السكر. انا بحب اضيف سكر، بحس ان هو محتاج شويه يعني. لو انت مش حابه ما تضيفيش، علشان كده احنا قللنا السكر في الرز بلبن. هضيف بقى عليهم كوبايتين من الميه المغليه. اهو لازم تكون ميه مغليه. نقلبهم كده الاول مع بعض كويس جدا في الميه المغليه علشان الجيلي يدوب. وهكون محضره جنبي كوبايه ميه ساقعه. المفروض ان احنا نحط على الباكت كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه ساقعه، بس انا النهارده حطيت كوبايتين ميه سخنه وكوبايه واحده بس ميه ساقعه علشان هنحط فاكهه. طبعا الفاكهه بتنزل ميتها فهتسيله، فمش عايزين يكون سايب خالص معانا. يبقى كده احنا حطينا كوبايتين ميه سخنه على كوبايه ميه ساقعه واحده. هنحضر بقى الفاكهه اللي احنا هنزين بيها. عندي بقى هنا موز قطعته شرايح رفيعه بالشكل ده. عايزه بقى تحطي فراوله، تفاح، كيوي، مانجا، اللي انت عايزاه حطيه. حبيت قوي الموز مع جيلي الفراوله، بيكون طعمهم حلو جدا جدا مع بعض. نبدأ بقى نرص الموز بالشكل ده علشان يعمل لي كده عازل لطبقة الجيلي، علشان لما نيجي ننزل بيها ما تدخلش كده على الرز بلبن.
اهو بالشكل ده. طبعا مش بحط الجيلي على الرز بلبن غير لما يبرد خالص، سواء الجيلي او الرز بلبن لازم الاتنين يكونوا خلاص بدرجة حرارة المطبخ. نبدأ بقى نملى الكاس بتاعنا بالشكل ده. لو مش عندك فاكهة خالص ينفع برضو مفيش مشكلة، يبقى طبقة جيلي كده سادة مع الرز بلبن. شايفين بقى طبعا لسه سايل. هندخله بقى التلاجة دلوقتي 4 ساعات، وبعد كده نطلعه نشوف الجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا عن نفسي عملته بالليل ودخلته التلاجة وطلعته تاني يوم، يعني قعد معايا ليلة كاملة، اقل حاجة 4 ساعات عشان يمسك معاكي بالشكل ده. شايفين بقى شكله قد ايه تحفة جدا، شكل الطبقات كده خطير. ميكس الرز بلبن مع الموز مع الجيلي، عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي، وريحة الموز كده مديله ريحة حلوة قوي قوي. كمان في نفس الوقت مفيد، الجيلي طبعا مفيد، الفاكهة، الرز بلبن، يعني حاجة صحية وفي نفس الوقت كده ترطب على قلبهم، مش حاجة ألوان صناعية كده وحاجة ساقعة وخلاص. جربوها وانا واثقة انها تعجب ولادكم جدا زي ما عجبت ولادي. كل مرة هتعمليها بفاكهة مختلفة وبلون جيلي مختلف، وهتبقى معاكي تحفة جدا. اتمنى تجربوها ان شاء الله، ومستنيه رايكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد، مع السلامة.